اه هو الدخان. البرنس احمد مع غلو الدخان ومع غلو السجاير كليوباترا اللي العلبه ب 60 جنيه دلوقتي، يا عم يرفدونا الصبح. راح عامل اختراع برنس اهو. الدخان اهو، هو بيشرب دخان لف بس زي من كتر اللف، وراح جايب غابه وعاملها مبسم. ما تقول لهمش ننام الخرا والنبي. لا وانا عيب، وانما عمري ما اقول انما الكابورت يعني الغاب. وبصوا اهي اخترعوا الشيشه. البرنس احمد بتاع الصف نرص حجر. رص حجر غيره يا احمد. شوف بقى الفكره، شو بقى هو بيرص، اتعلم بقى عشان الناس تشوف الاختراعات يا اخي. النبي لا توديني في ده يا عم. يا اخي بتوع الصف ما لهمش حل، بيعرفوا يتصرفوا اهو. وحط شويه الدخان. لقيتهم مصفين لبكره، لو صفى لبكره على طول تجعل عمك صعب. لا عيب عليك يا اسطى اهو. ويسحب النفس، والله برنس، والله بيفكرني في الايام المبروكه دي يا حاج محمد بالزعيم الراحل محمد انور السادات بطل الحرب والسلام. البايب، وده البايب الفضه. قرر المعلم احمد انه يطور البيبه اهو. طورناها شويه. طورها عشان تشيل كتير. بقت بايب اصلي بقى. شوف عشان تشيل اكتر. برنس ملوش حل، ما بيغلبش. اسحب. الله ينور يا حاج احمد. احساسك ايه؟ ولع. ما انت مش حاطط فيلا يا احمد. ما احنا عايزين نوسع الخرم اللي ورا دي بقى ونحط فيلا. لازم فيلا. اجيب لك شويه بقدونس ولا حاجه، تريد تحطهم تسد بهم ولا حاجه. هو الفشل دي 100 100. الصلاة على النبي، على النعمة اختراع. اسحب عشان نجيب الولعة. طب هات له ولا على السخان. السخان باظ. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. كده ورقة التمن الدخان ابو 80 جنيه يكفيك كام يوم بقى كده يا عم احمد؟ شهر. يقعد شهر. ومن غير ولا تجيب ولا فيلا ولا بفرة ولا أي حاجة. والله الشعب المصري ده ملوش حل، بالذات بتوع الصف اللي هي زي الأستاذ أحمد. الأستاذ أحمد سواق عربية. سواق عربية بنقول عليه مهندس، لأن هو فعلا مهندس اخترعه. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا عم أحمد. خلي بقى أي حد يكتشفني يا باشا، اللي اكتشفوك كتير، ولاد الحلال كتير، ربنا ما يحرمنا منك. تقدر تغني بقى بعد ما انت خدت النفسين دول ولا؟ لا بس بلاش طريقة بتوع الشركة عشان هيرفدوني. لا الشركة اخسر. دنياك اصلي يعجبك تقدير، تمن جزيز مالية حصيرة، تمن جزيز مالية حصيرة، والدمع نازل من عيوني غمر عمر، حقك علينا اقفل عم صبر عشان نكتم الفترة دي ونظبط شوية. اكتب يا اسطى.